السلام عليكم. كما قلنا في الفيديوهات السابقة، فالمغرب تلقى واحد العملية ديال إعادة تكوين القطيع الوطني، وباش تكون هذه العملية فعالة فالدولة بدات بالإحصاء نتاع الماشية في المغرب. وبالنسبة لهذا الإحصاء أو الورقة نتاع الإحصاء ففيها 4 المحاور رئيسية أو 4 النقاط رئيسية. النقطة الأولى كتضمن المعلومات على مكان تواجد القطيع، العمالة، المدينة والجماعة والدوار. بالنسبة للنقطة الثانية فيها المعلومات على مالك القطيع، واش شخص ذاتي أو شركة أو تعاونية، كذلك رقم البطاقة الوطنية، الاسم الكامل ورقم السجل التجاري ورقم الهاتف. بالنسبة للنقطة الثالثة فيها معلومات خاصة بالمعاينة نتاع اللجنة، واللي كتبين النوعية نتاع النشاط، واش إنتاج الحليب، واش إنتاج اللحوم، وكذلك كتبين الصنف تاع الماشية، واش الأبقار، واش الماعز، واش الإبل والغنم. وكل صنف كيميزوا بين عدد الذكور وعدد الإناث، وكذلك كيحددوا العدد نتاع القطيع اللي أقل من 6 شهور، والعدد من 6 حتى لسنة ونصف، ومن سنة ونصف إلى ما فوق. بالنسبة للنقطة الرابعة كيكون فيها توقيعات نتاع أعضاء اللجنة، وهذه اللجنة كيكون فيها ممثل عن العمالة والإقليم، الممثل عن القيادة، عون السلطة، ثم ممثل المجلس الجماعي، ممثل وزارة الفلاحة، ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية، ثم ممثل المصالح الأمنية، وفي الأخير ممثل مديرية أملاك الدولة. يمكن لكم تطلعوا على باقي الفيديوهات اللي كتشرح عملية الدعم، خصوصا ديال 400 درهم لكل نتوى. وفي الأخير نشكركم على المتابعة والمشاهدة، وما تنسوش تدعموا القناة، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.